السلام عليكم متابعي قناة فن ومشاهير، مرحبا بالجميع. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك كل ما هو جديد بالضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بعد طلاقها سمية الخشاب تؤدي مناسك العمرة بصحبة والدتها، وأحمد سعد لهذا السبب في طريقه لدبي. كشفت الممثلة المصرية سمية الخشاب إنها سافرت إلى المملكة العربية السعودية لتكريمها في ملتقى المرأة بالرياض. ونشرت الخشاب عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها مع والدتها من المطار، وعلقت عليها بالتالي: صباحكم ورد وفل من مطار القاهرة، أنا وماما حبيبة قلبي إلى الرياض للتكريم في ملتقى المرأة السعودية عن أغنيتي بتستقوى، وضيفة شرف للملتقى الثالث. ومن المقرر أن تنتهز سمية الخشاب فرصة وجودها بالمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك العمرة في الأراضي المقدسة. يأتي سفر سمية الخشاب بعد إعلان انفصالها عن زوجها الفنان أحمد سعد، ويستعد المطرب أحمد سعد للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية في دبي. ونشر أحمد سعد عبر صفحته الرسمية بإنستجرام صورا له من المطار، وعلق: توكلنا على الله، بسم الله ما شاء الله، إلى دبي عندي كام حفلة إن شاء الله هتشوفوها معايا أول بأول. يذكر أن الفنان أحمد سعد أعلن مؤخرا انفصاله عن زوجته الفنانة سمية الخشاب بعد عام ونصف العام من زواجهم. شكرا لكم على المشاهدة.